السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحكي عن ما هي بطاقة الواي فاي وشو انواعها وكيف ممكن نعرفها. بداية شو يعني بطاقة؟ عشان اقرب لكم المفهوم اكثر راح نحكي عن بطاقة الصوت. بطاقة الصوت الموجودة بالأجهزة هي بطاقة مختصة بمعالجة الأصوات وإظهارها على السماعات، فأنت لما تسمع صوت بيخرج من جهازك يكون بيخرج عن طريق بطاقة الصوت. بنفس الفكرة الرسومات اللي بتشوفها على الشاشة أمامك هي بسبب وجود بطاقة جرافيكس أو بطاقة جي بي يو. فالإشي اللي أنا حاب أوصلكم إياه إنه في بطاقات عديدة بداخل الجهاز وكل بطاقة مختصة بشيء. بالنسبة لبطاقة الواي فاي، بطاقة الواي فاي هي بطاقة مختصة باكتشاف الشبكات اللاسلكية من حولك وتخليك قادر على الاتصال فيها. طبعا في إلها نوعين، في نوع internal هو داخلي وفي نوع external. شو يعني internal وشو يعني external؟ كافة البطاقات بداخل الأجهزة بتكون internal، يعني بداخل الكيس انت ما بتشوفها، يعني بتكون متصلة بشكل مباشر على المذر بورد او اللوحة الام للجهاز. انت بحالة لما تستخدم لابتوب راح يكون عندك بشكل طبيعي بطاقة واي فاي داخلية انت ما بتشوفها، لكن في حالة انك انت بتستخدم حاسوب مكتبي او جهاز بي سي بشكل افتراضي ما راح يكون عندك بطاقة واي فاي داخلية الا اذا ركبت وحدة على المذر بورد بهذا الشكل، او بامكانك توصل بطاقة واي فاي خارجية عن طريق اليو اس بي بدون ما تخليها متصلة بشكل مباشر على المذر بورد. طب شو الفرق بين البطاقتين؟ الفرق الاساسي انه البطاقات الداخلية الرينج تبعها بيكون ضعيف جدا، يعني انت ما بتقدر تلقط الشبكات اللاسلكية اللي بعيدة، واغلب هاي البطاقات ما بتدعم المونيتور مود والانجكشن مود اللي هي بتلزمنا باختبار اختراق الشبكات اللاسلكية. لذلك احنا بنلجأ لبطاقة واي فاي خارجية بهذا الشكل، لانه الرينج تبعها عالي وبتدعم المونيتور مود والانجكشن مود وكمان سعرها بيكون رخيص. طبعا مش كل بطاقة واي فاي خارجية بتدعم المونيتور مود والانجكشن مود، كل بطاقة لها مواصفات معينة، لكن مثلا لو بدنا ناخذ اشهر بطاقات في عالم اختبار اختراق الشبكات هي بطاقات الفا، بيكون متوسط سعرها بحدود $30. طيب هاي بالنسبة لإيش هي بطاقة الواي فاي وإيش وظيفتها وشو الفرق بين الانترنال والاكسترنال. طيب أنا وصلت بطاقة واي فاي خارجية بجهازي وحاب أعرفها. كيف ممكن أعرفها؟ بكل بساطة لازم تعرف أول شيء شو الشيبسيت الخاصة ببطاقة الواي فاي اللي إلك، وفي طريقتين لهذا الشيء. الطريقة الأولى بتضغط كليك يمين على ماي كمبيوتر بهذا الشكل وبتروح على مانج، بعدين بتروح على ديفايس مانجر وبعدين بتتوجه للنتورك ادابترز. طبعا بتلاقي البطاقات الخاصة بالشبكة سواء شبكة سلكية او شبكة لا سلكية او بلوتوث الى اخره. طيب احنا حاليا بدنا نشوف بطاقة الواي فاي الخارجية ايش الشيبسيت تاعها، فاحنا راح ندور من خلال هاي القائمة على شيء له علاقة بالواي فاي. طبعا زي ما انت بتلاحظ انه هون مكتوب تيبي لينك هاي باور ويرلس يو اس بي ادابتر، ومن الاسم نعرف انه هاي البطاقة الخاصة بعرض الشبكات اللاسلكية. فبنضغط عليها كليك يمين بعدين بروبرتيز، بعدين بتتوجه للديتيلز وبعدين من هاي القائمة بتختار INF section. طبعا هذا هو اسم البطاقة الداخلية لبطاقة الواي فاي، يعني هاي الرقاقة اللي بداخل بطاقة الواي فاي الخارجية اللي أنا بدي أعرفها بداخل نظام كالي. طبعا بنسخ اسمها من هون مشان أستخدمها كمان شوي في الشرح. هاي بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية نتوجه لجوجل بنحط اسم بطاقة الواي فاي الخارجية. طبعا اسمها بيكون على نفس البطاقة، يعني انت لما تشتري الواي فاي يو اس بي راح تلاقي مكتوب عليها اسم. في حالتي انا مكتوب على بطاقة الواي فاي الخارجية تيبي لينك TL-WN 8200 ND، بحط الاسم وبكتب شيب سيت وبضغط انتر. فانا مثلا هون شايف انه البست انسر انه بطاقة الواي فاي الخاصة فيي، طبعا بتأكد انه نفس الاسم بكافة رموزه، لو تغير رمز بصير جهاز ثاني. فهون بتأكد انه نفس الاسم الخاص فيي اللي هو TL-WN 8200 ND، كاتبين انه البطاقة الداخلية له هي RTL 8192 CU، فبنسخ هذا الاسم بعدين بروح على الكالي مشان ابلش تعريف ببطاقة الواي فاي. قبل ما نروح للكالي حاب انوه على شغلة، احنا لما كنا نروح على السيتنجز بعدين ننزل على اليو اس بي ونضيف الواي فاي من هون، السبب ان احنا بنضيفها هون انه اي جهاز بمنفذ يو اس بي مستحيل يكون متصل بجهازين مع بعض، يعني يا بيكون متصل بجهاز ويندوز يا بيكون متصل بجهاز الكالي. تمام. الواي فاي الخارجي اللي احنا بنستخدمها بتستعمل منفذ يو اس بي،
فإما راح تكون متصلة بجهاز ويندوز وإما متصلة بجهاز كالي. فإحنا مشان بدنا نستعملها بداخل نظام كالي بنحكي لبرنامج الفيرتشوال بوكس ضيف لي هاي اليو اس بي على الكالي وما تخليها تتعرف على ويندوز. فأنت بشكل طبيعي لما تشغل نظام كالي راح تلاقيها فصلت من جهاز ويندوز، لأنه مش ممكن إحنا نستخدم اليو اس بي على جهازين بنفس الوقت. فلهذا السبب إحنا بنضيف هون بطاقة الواي فاي الخارجية على الكالي عشان يتعرف عليها داخل نظام كالي. نحط اوكي وبنفتح الكالي. طبعا لو رحنا هون على النتورك مانجر شو راح نلاقي هون انه في موجود ويرلس، ولو فتحنا التيرمينال من هون وكتبنا iwconfig مش راح يطلع لنا هون WLAN is 0. وبطبيعة الحال لو رحت على أداة الايرو دامب كتبت هذا الأمر وضغطت انتر برضو ما راح يطلع لي نتائج او راح يعطيني ايرور بهذا الشكل. طيب شو حل هاي المشكلة؟ حلها بكل بساطة انه احنا لازم نعرف اليو اس بي واي فاي بداخل نظام كالي. يعني احنا خليناها متصلة بنظام كالي لكن ما زلنا مش قادرين نشوفها هون. ليش؟ لانه احنا مش معرفينها بداخل نظام كالي. طيب نيجي لطريقة التنصيب. نروح اول اشي على فايرفوكس بنحط هون بالبحث اسم الشيبسيت الخاص فينا، بعدين بنضيف عليه الارجمنت التالي، نعمل داش درايفر داش لينكس. طبعا هذول الداشات مشان نحكي لجوجل اعرض لنا النتائج المتعلقة بهذول الثلاث كلمات مع بعض. نضغط انتر طلع لنا عدة نتائج، لكن احنا مهتمين بموقع جيت هاب وهذا موقع للمبرمجين وبنزلوا عليه كافة احتياجات أنظمة لينكس. فبنضغط على أول نتيجة نتأكد من هون إنه نفس اسم الشيبسيت الخاص فينا، وبعدين بننزل للأسفل. طبعا هون بحكي لك شوية ملاحظات على الدرايفر، إذا بتحب تقرأهن اقرأهن. نيجي لهي الخانة اللي هي Building and Installing وبنبلش ننسخ أمر. طبعا هم معطينا أمرين، الأمر الأول لأنظمة لينكس سيستم والأمر الثاني للرازبري باي. إحنا لنا شغالين على نظام لينكس بنسخ الأمر الأول، بنروح على التيرمينال وبنلصقه هون وبنضغط انتر. طبعا هون اعطاني ايرور لاني انا كنت منزل الدي كي ام اس من قبل. نرجع على فايرفوكس ونحط الامر الثاني. بعد ما يخلص نرجع على فايرفوكس ننسخ الامر اللي بعده نلصقه هون نضغط انتر. تمام، بعد ما نعمل سي دي نرجع نشوف الامر التالي. طبعا هون بيحكي لك عن الميك فايل، احنا ما بلزمنا بحالتنا هاي. راح نتوجه للامر الرابع، ننسخ الامر بهذا الشكل ونروح على التيرمينال نلصق ونضغط انتر. بعدين نرجع على فايرفوكس بعد ما يخلص بنروح على فايرفوكس كمان مرة ننسخ آخر أمر، لأنه هذا الأمر خاص بعمل إعادة تشغيل للنظام، وبنضغط انتر. نستنى ليعيد تشغيل الكالي. بنحط هون اليوزر نيم والباسورد. أول ما يفتح الجهاز بنتأكد من هون من نتورك مانجر إنه ظهرت عنا هاي الأيقونة اللي هي خاصة بالواي فاي. بعدين بنروح على التيرمينال iwconfig بنضغط انتر. نلاحظ هون انه طلع عنا WLAN 0. هيك بنكون احنا عرفنا بطاقة الواي فاي بشكل صحيح. لكن حتى لو عرفتها كمان بطاقة الواي فاي ما قدرت تلتقط شبكات لاسلكية من حولك بيكون الدرايفر فيه مشكلة. فالاشي اللي انت راح تعمله انك ترجع وتختار نتيجة بحث ثانية وتطبق نفس الخطوات لحد ما يزبط معك كل شيء.